عايزانا اتعامل مع درغام بالشبهات؟ هو ده القانون؟ هو ده العدل اللي انت عايزاه؟ العدل ان البلد ما تخافش منه، ان الناس ما تشوفش ابنه بيذبح بنتها فتخاف منه اكتر مش تواجهه. انت عارف انه راح يعرض دية على عثمان؟ عارف، وده العرف والشرع. وبيتهيألي لو عثمان وافق مش هتقدري تلوميه. دول 2 مليون جنيه. وكمان عارف الرقم؟ خدي بالك ان درغام عرض عليا ان انا ابقى المحامي الشخصي لسامر، وانا رفضت رفض قاطع. والمطلوب؟ مش مطلوب منك اي حاجه يا حضره العمده. يا ريت ما تتدخليش في الموضوع ده وتسيبي القانون ياخد مجراه. يا ريت ما تحوليهاش لقضيه راي عام. يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة، في هيصة بره وناس عايزين يتكلموا معاك يا حضرة العمدة. دي هلمة كبيرة قوي يا حضرة العمدة. ايش بيقولوا تلفزيون وايش بيقولوا سوشيال ميديا. محدش يصدق اي حاجه او اي اشاعه اسمها على سلمى. سلمى جميله، سلمى بريئه زي الملائكه، الله يرحمها. هل هي الفترة اللي فاتت كانت على حالة مستقرة؟ انا بعد اذنك كنا عايزين نفهم اكتر عن الموضوع ده. عايزين تفاصيل اكتر. يلا خلاص. هلا عم عثمان مش عايز ياخد الدية. لا، هو يعمل لي فيها ابو موجه علوم. ده 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه ده له يعيشوه ويعيشوا سلسال، والسلسال اللي خلاك متخيل. اسكت. انا عايز اقول لك ان انت ما شفتش الواد سليمان وهو مكفي وشه قصاد بيت السنايد. ده بتتشاف ادي خميس عيب. واحد ما يعرفش تحت المصيبه هيتصرف ازاي ولا هيحس بايه. لا، حساس يا دي يا وليد. هلا هو مفيش سلام عليكم ولا ايه؟ عمي رأفت، هو انت شفت الفيديو بتاع الجيم؟ لا يا حبيبي، ما بتفرجش على افلام. ده بيقول لك 12 كيلو طماطم اتحدفوا على وشه وقفا ولاد درغام واحد وحبايه نزلت على قفاهم. ده الحبايه جت عند الدريبيوي. انت تحط لسانك منك ليه جوه شراب منتن وتلبسه في دماغك برجلك مش هتفرق كتير. كل واحد يلم نفسه ويخليه في حاله بدل ما علمكم ازاي تتكلموا مع سيادتكم. ما تاخدش الموضوع على صدرك كده يا رزق، مالك؟ انا بهزر، ما تتقلش هزارك. هزر وعامل لي فيها حسابها وعمال تلكف في مراتك في الرايحه والجايه، وجايه دلوقتي بتقول بتهزر وقلبت تايس يا تايس. يا حبيبي يهزر مالكش دعوه، وبعدين ده رزق اخوه مش مراته يا بقف. الله، مش كان لسه قال انكم اسياده؟ طلع اخوه دلوقتي؟ والاسياد يقتلوا بنات الناس؟ بنات الناس جرايه دي خرع منك ليه؟ دي بنت ماشيه على حل شعب وهي خدت جزاها. جرايه دي خرع منك له؟ على قولتك يا رزق يا اخويا. ما هم يجرجروك وبعدين تقول لك الحق ده بيتحرش بيا. انت هتتلموا ولا لمكم؟ لمهم يا رزق وانا هلم معاك. لمنا ايه؟ ارجع ورا، ارجع. هو ممكن طبعا، بس مش لدرجه ان اجيب له براءه. درغام بيضغط بغباوه وبيخبط في حتت حساسه. انا كنت فاكره اذكى من كده. الراجل ده بنى الامبراطوريه دي مش من فراغ، لا، اسس لها من تحت لتحت. بقى بالنسبه لي مثل وقدوه. لا درغام اللي تاخد قدوه ليك ليه؟ فاكر ابو صلاح؟ ما بقاش الا تاجر مخدرات تاخده مثل اعلى بيها. يا ام الخير ايه؟ كفايه تواضع بقى. ده انت استاذ ايه؟ ده انت مدرسه ومؤسسه والنعمه مؤسسه. واذا كان في حد خايف على شغله وحفر لها من تحت قوي فهو انت. ثم انت في الحلال. اقسم بالله في الحلال. ولا يا سياده المستشار؟ هو ايه اللي ايه؟ ام الخير. بقول لك ايه، ما تخليك انت في الرومانسيه اللي انت شغال عليها دي وسيبني انا الله يخليك اقول البقين اللي انا جاي عشان اقولهم. البلد بتولع شلبايه. مش فايق انا بقى الشفيق جلال بتاعك ده. شفيق جلال مين ده بقى؟ مين شفيق جلال؟ جوز ام زوزو. قصده فيلم خلي بالك من زوزو. فيلم خلي بالك من زوز. الله يحفظك، ده انت ابوك ايه يا سياده المستشار؟ الله العظيم. عارف يا سياده المستشار، ما كنتش منتظره ابدا ان درغام يجي كده من اول صدمه ودماغه بتلف وتدور. لا وبيهدد كمان. طب والعمل؟
عقليه يا شلبايه، عقليه. واذا كان عنده عيل بايظ وقاتل ومرمي في السجن وعايزنا نخرجه له، اقسم بالله احبس له ال 19 عيل اللي بره. قلبنا معاك يا معلم درغام والله. ربنا يفك كرب سامر ويرجعه لك بالسلامه. كتر خيرك يا معلم زعلوك. أنا عارف اللي في قلبك من ناحيتني وفي قلب كل البخايته. البخايطة طول عمرهم رجالة أولاد أصول ولا إيه؟ خير يا معلم درغام. خير إن شاء الله. وأنتوا مش كنتوا طلبتوا مننا إنكم تيجوا تل شبورة وتشتغلوا معانا في التجارة؟ إيه أديني سمحت لكم. وده وقت كلام في الشغل برضه يا معلم درغام، مش نطمن على المحروس الصغير الاول؟ يا سيدي المحروس ربنا معاه. المهم تعالوا اشتغلوا زي ما انتوا عايزين، جمله وقطاعي. احنا وابن البخايت. ويوم ماله ويوم ماله، طبعا كلكم. ده اللي حاول يعملها قبل كده اتضرب بالنار على نخله. ونعملها تاني، لكن لو برضانا. رضاكم ايه بقى؟ ده طلبكم. يا سيدي عفى الله عما سلف وادينا بننسى اللي فات. الفتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هتقرا الفاتحه يا ابن البخايته؟ ولا الضالين. ايه يابا اللي انت عملته ده؟ بتركب علينا البخايته وبتقرا معاهم الفاتحه؟ وطي صوتك. انا بعمل كده عشان انجدك بعد المصيبه اللي عملتها مع ابنهم. بقى في طار بينك وبينهم، ده غير المصيبه اللي عملها سامر اخوك. اذا كان باللي عمله سامر ده هيقلب علينا الدنيا ويهز الارض من تحت رجلينا، يبقى نخلص منه ونرتاح منه. يا سيدي ما تطورش علي. في يا علي؟ انت مالك يا علي؟ فين علي بتاع زمان؟ وايه موضوع العملات الرقميه دي؟ انت بقيتش بقى الكوين يا علي، انا مستغربك. يعني انت سايب كل العالم ده كله واللي بيحصل فيه مستغربني انا؟ انا يا سيدي بقيت زي العالم، مجرد بتآكل ببطء وفي انتظار الانهيار السريع. ده ايه ده علي الانهيار السريع ده؟ ايه ده؟ ده اللي بيحصل في العالم دلوقتي، اللي هو افتعال وصنع مشاكل سياسيه واقتصاديه وحروب. كل يوم بنشوف اطفال بتموت قدام عينينا واحنا مكبرين دماغنا لحد ما بقت مشاعرنا بارده. ولو في حاجه افظع من كده حصلت ما بنهتمش، وديونك حتى مش لاقيه. يجي واحد غيرك واكل رزقك وانت مش عارف تعمل حاجه. الضغط يزيد يوم بعد يوم، ويصر العالم على استمرار اداره الازمه بدلا من حلها، فيزيد النزاع والخلاف في العالم. ايه النظره السوداويه دي؟ ايه علاقه الكلام ده بالسؤال انا سالته لك عن العملات الرقميه؟ ايه يا علي؟ ما هنا مربط الفرس. لما يكون العالم افتراضي يبقى اكيد احلام الناس دي هتبقى فنكوش، وفنكوش كبير بومب هوا ساقع، هوا بيزيد من الحلم المضغوط اللي عمره ما يتحقق. انا عارف ان محدش هيفهمني اكيد، واتقال عليا مجنون اكيد، بس انا والله ما مجنون. انا كائن افتراضي. اشرب الشاي يا علي، اشرب الشاي. انت كائن افتراضي يا علي. نام يا علي نام. كائن افتراضي مش فضائي يعني. لا نام يا علي.